بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم. النهاردة فيديو جديد سهل وبسيط. هنعمل مع بعض البصارة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هي أكلة مصرية محايدة جدا معانا في أيام الشتاء ومعانا في أيام الصيف، فبتنفع معاكي في كل الفصول، وهي كمان طعمها جميل جدا ولذيذة. نسمي الله ونشوف مع بعض المقادير. اول حاجة كده انا معايا الفول المدشوش. معايا هنا نص كيلو من الفول المدشوش، هنبدأ نضيفه معانا في الحلة كده، وهنبدأ ننقيه من اي حاجة موجودة فيه. لو شفتي واحدة مثلا لونها غريب شوية، معايا واحدة اهي لونها اخضر، دي هتمرر معاكي الطعم، بنشيلها. واحدة برضو عليها قشرة برضو نشيلها. تبدأي كده تدوري كويس وتنقيه لو في اي حاجة. بعد كده بنبدأ بقى نغسله. بغسله معايا كده مرة واتنين، وبعدين هنصفي المية منه زي ما انتوا شايفين كده. بدأت اهو بغسله، ضفت بقى مية كده لغاية ما غطيت كمية الفول. وجبت معايا بصلاية وتلات فصوص من الثوم، وهجيب معايا الخضرة. معايا الخضرة 3 أنواع، شبت وبقدونس وكزبرة. هبدأ أغسلهم كويس وأقطعهم كده. غسلت الخضرة كده وقطعتها على 3 أجزاء كده، وبعدين نسيبها على النار لغاية ما تغلي، لغاية ما توصل معاكي للقوام ده. تلاقي كده الفول معاكي مستوي تماما. نسيبها بقى لحد ما تبرد ونضربها معانا في الخلاط. تعالوا بقى نجهز معانا البصل اللي احنا بنزين بيه البصارة. جبت معايا كده بصلتين كبار، ونبدأ كده نحمرهم لغاية ما ياخدوا معانا اللون الذهبي المحمر. تعالوا بقى كده، جبت معايا حلة كده على النار عشان نظبط الملح بتاع البصارة معانا. ضربناه في الخلاط بعد ما بردت. دلوقتي نزلت بيها في الحلة معايا، وجبت معايا مكعب مرقة، وضفت الملح، ومعايا فلفل اسود وكمون. ونبدأ كده نقلبهم ونسيبها تاخد غلوة معانا على النار عشان تظبط معانا الطعم والملح بتاعها. ونبدأ نشوف كده البصل معانا اللون ده كويس جدا وتمام، لون محمر كده وجميل. نبدأ كده ناخد معانا 3 معالق كده كبار من البصل اللي احنا حمرناه ده، ونضيفه معانا على البصارة في الحلة كده وهي بتغلي، وهي بتاخد غلوة مع التوابل والملح. ونقلبها كده ونسيبها تاخد غلوة. خلاص اول ما بتغلي، وننزل معانا كده شوية من التقلية اللي كنا بنحمر فيها، السمنة اللي كنت بحمر فيها، ننزل بيه شوية كده منها. خلاص كده هي خدت غلوة معانا. هنبدأ بقى نطفي عليها ونسيبها تبرد شوية، وبعدين نقدمها كده في طبق التقديم زي ما انتوا شايفين. ونبدأ نزينها معانا بالبصل الجميل اللي متحمر ده. نزيني بقى بالطريقة اللي تعجبك. نعمل كده للطبق بتاعنا كده شكل جميل، ونقدمها ساقعة، بتتحط في التلاجة تبرد شوية، وبعد كده بتتقدم. وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. لغاية هنا الفيديو بتاعنا خلص. أقابلكم تاني فيديو جديد إن شاء الله، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.